انا عملت معاكم انواع محشي كتيره جدا، ومحشي الكرنب عملته كتير جدا. بس المره دي هنعمل بقى ايه؟ المحشي الكرنب والفراخ المشويه في نفس الحله. ما اقولكمش بقى الاتنين متشربين من بعض، الله اكبر عليهم. والفراخ هتطلع معاكي مزبده، والمحشي بتاعك بقى طعمه ايه بقى قصه. شايفين شكل الفراخ يفتح النفس، وكل شغلك في حله واحده. واحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل احلى شويه محشي بالفراخ بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفراخ بتاعتنا يا ستي، دول فخدتين كبار، انا فتحتهم عشان يشربوا معانا كويس وهنشتغل بيهم على طول. انا جبت الحله بتاعتي كده ونزلت معلقه سمن بلدي كبيره، وهننزل بشويه زيت حلوين. ومش لازم فخدتين زي هنا، لا، اي قطعه من الفراخ يا ستي ان شاء الله، حتى الكراكيب بتاعت الفراخ اشتغلي بيها. وانا قبل كده عملت لكم فيديو قلت لكم ازاي تشتروا بديل اللحمه ابو 100 جنيه. الفيديو عنده موجود عندكم على القناه. بعد كده نزلت بنص معلقه ملح صغيره وربع معلقه فلفل اسود، ويسخنوا كويس قوي، الماده الدهنيه تسخن كويس قوي. انزل بايه؟ بالفراخ بتاعتي. انا نزلت كده، تنزلي بالجلده تبقى من تحت عشان احنا هنحمر الفراخ. ما ينفعش تعملي بالفراخ نيه، هتزفر معاكي، لازم تحمريها الاول. اي نوع فراخ، هتعملي طاجن بطاطس حمري فراخك الاول، هتعملي طاجن فريك حمري، اي حاجه تحطي فيها فراخ لازم تحمريها الاول قبل ايه ما تشتغلي بيها. المهم انا بعد كده نزلت بورقتين روره وحبه كده، حبهان واحده فتحتها، دي كل التوابل بتاعتنا، ونحمرهم كويس قوي. وهقول لكم تاني، اي قطعه من الفرخه اشتغلي بيها، اعملي زي كده بالظبط في اي قطعه من الفرخه. وانا عامله لكم فيديوهات كتيره جدا ازاي نحفظ الفراخ في الفريزر من غير ما تلزق في بعضيها، تحتاجي صدر وركين ورك تاخديهم بكل سهوله. وقلت لكم قبل كده ازاي تجيبي بديل اللحمه ابو 100 جنيه، عامله لكم فيديو كامل عن الموضوع ده. يعني الحياه سهله، بنحاول نسهلها على بعض. بعد ما حمرتهم كده هنطلعهم من ايه؟ من الحله بتاعتنا. شغل كله في نفس الحله. هجيب بصلايه حلوه كبيره كده، هكون فرمها في الكبه او مقطعاها على ايديك براحتك خالص. دي بصلايه كبيره، ونزلت في نفس الحله عشان نشوح البصلايه الجميله دي. تعال نجيب التوابل بتاعتنا، عباره عن ايه؟ معلقه ملح صغيره، من كل حاجه نص معلقه، بابريكا، شطه، نقول فلفل اسود، كزبره، ومرقه، اي نوع مرقه، ونص معلقه سكر. لازم التوابل دي ايه؟ تتحمر مع البصله، نشوحها. ونزلت بمعلقه من الخلطه الجباره اللي انا عاملاها معاكم على القناه. ما عندكيش انزلي بربع معلقه توم مفروم. تمام كده، انا الخلطه بتاعتي فيها توم. وجبت كيسين من الصلصه، ودينا عملنا تسبيكه المحشي. في اسهل من كده؟ وشويه نعناع، النعناع شيء اساسي في المحشي بتاعنا. هسيب الكلام ده يتسبك في بعضيه كده ويتشرب من بعضيه. تعالوا نغطي الحله، بس سيبي ايه شويه كده مفتوحين من غطا الحله عشان البخار يطلع والطماطم تتسبك معانا. ده ورق الكرنب، انا كنت مفرغه الكرنبه بتاعتي وهنسلقها مع بعضنا دلوقتي. حط على النار حله فيها ميه وفيها سكر وفيها معلقه ملح صغيره مليانه وفيها ايه؟ كمون. وخدت شويه كده حوالي 7 ورقات كده ولا 6 ورقات عشان نسلقهم. يستووا من الناحيه دي نقلبهم، وجنبيه مصفر طلع فيها. طريقه السليق دي بتاعت ماما وانا بحبها جدا، الطريقه دي انا بحبها جدا جدا. ربنا يديها الصحه والعافيه، ماما دي طريقتها. طب ما انت يا هاله عامله لنا قبل كده ازاي نسلق الكرنب ونوضبه وهو ني. يا ستي، انا بعمل لك جميع الطرق، والطريقه اللي تعجبك اشتغلي بيها. بس انا عن نفسي هلا بحب الطريقه دي قوي، ودي طريقه ماما، ربنا يديها الصحه والعافيه. خلاص انا هقعد اسلق في الكرنب بتاعي، ويوم اخلص ارجع لكم تاني. وادي كده التسبيكه بتاعت السباك زي الفل. انا هطفي عليها النار، وادي ايه الكرنب بتاعي اخر شويه كده بسلقهم كده. انا بجهز حاجتي. تعالوا شوف هنقطعهم ازاي. ممكن تقطعي ورقه ورقه، كانت ماما تعمل كده، تقطع ورقه ورقه وتحش ايه اللي هي العصايه اللي فيها كده، وتقسمها نصين وتقطعها بايدك. سهله جدا، في اسهل من كده؟ وحجم الورقه ده اللي هيطلع لك ان كان الصبع كبير ولا قليل. دي طريقتي انا بقى، بحط حوالي 4 ورقات فوق بعض والعصايه فوق التانيه، واجي بالسكينه كده احوش ال4 مره واحده. دي بتوفر لي وقت ومجهود. واجي بعد كده الف الورقه رول، شايفين ازاي؟ واقسمها نصين.
اديني يا ست وضبنا الورق، في اسهل من كده؟ يا ريت وانا عماله اتكلم كده اللي ما حطيتش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. هوضب الورق كله واجهز شغلي، وادي التسبيكه زي الفل، ونزلت بنص كيلو رز، ونزلت بالخضره بتاعتنا، كزبره، كزبره، قلت شبت، بقدونس، من كل حاجه رابطه، مقطعاهم كده وخلطتهم، وشويه زيت بيدينا لمعه حلوه جدا للرز، وكمان بيخليه مفلفل. دي انا كده جهزت حاجتي. انا هجيب علبه كده احط فيها الرز اللي في الحله، عشان أنا قلت لكم شغل كله في نفس الحله، مفيش مواعين كتير زي ما انتوا عارفين، هاله ما بتعملش مواعين كتير. في نفس الحله كده هنزل كده بشرايح طماطم وشرايح بصل، طماطمتين وبصلايه كده، اعملي قاعده كده في الحله تحملك المحشي وتحملك الفراخ، وفي نفس الوقت بتتكرمل وبتزق المحشي وطعمها حلو جدا جدا. هاتي بقى الفراخ بتاعتك كده ورصيها في فوق القاعده اللي انت عملتيها دي من تحت. طيب قاعد بقى يا هاله؟ قاعد يلا يا ست نلف المحشي مع بعض. انا هقعد كده الف في المحشي زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقه انا كنت عملتها معاكم قبل كده، الرول طويل زي ما هو كده، والف الصابع وبالسكينه اقطع. شايفين ازاي؟ اهو كده. دي طريقه. في طريقه تاني الورقه كامله بعمل الصابع طويل واقطعه بالسكينه، وفي طريقه كل ورقه لوحديها. يعني انا عامله لك طرق كتيره، والطريقه اللي تحس ان هي سهله عليكي كملي اعمليها. انا بعمل لك كذا طريقه وانت اختاري اللي يريحك. وهاجي في حليتي كده اقعد اعمل بقى، ارص المحشي بتاعي. ولما ترصي المحشي ملحوظه مهمه جدا جدا، ما تزنقيش المحشي على بعضيه، لان المحشي لما بيستوي بيزيد في الحجم، فاحنا مش عايزين الشوربه. لو انت بتزنقي المحشي ببعضيه الشوربه ما بتنزلش تحت، وعشان كده بيطلع معاك، في ناس كتير بتقول المحشي بيطلع معايا مش مستوي. لكن انا خلصت كده لف المحشي ورصيته زي ما انتوا شايفين كده. خلي الحله بتاعتك بتتنفس. انا كنت عاملاها في الظهريه، يعني في الظهر كده صليت الظهر ولفيت حليتي وحطيت حبه سمنه بلدي على الوش او اي نوع سمن انت بتحبيه، هتحطي زيت مش مشكله، واحطها في التلاجة وارجع لكم ساعه قرب المغرب. انا رجعت لكم قرب المغرب كده، كان المج بتاع الشاي اللي عامل 200 مللي كده ملياه شوربه سخنه، وزقيت المحشي بتاعي. المقدار بتاع المحشي انا قلت لكم في جميع فيديوهاتي، الشوربه بتاعتك تبقى تحت الصف الثاني من المحشي، تحت الصف الثاني من المحشي. ما تحطوش شوربه كتير يا جماعه، المحشي مش محتاج الشوربه. الناس اللي بتعوم الحلل شوربه ما ينفعش. الطماطم فيها ميه، الورق مسلوق في ميه، كل ده بيزق المحشي. هي كوبايه واحده زي ما انتوا شايفين كده، وعلى نار عاليه. اول ما يغلي كده بهض النار واسيبه يستوي براحته. انا كده الحله استوت معايا زي الفل، بسم الله ما شاء الله، ما اقولكمش على الريحه والجمال، والمحشي بتاعي بيلمع الله اكبر، وكل الاكله في حله واحده. تعالي نقلبها كده ونشوف اخبارها ايه. الله على الجمال يا جماعه والريحه، الله الله الله. ايه رايكم بقى؟ الحله بتاعتي زي الفل، اديكم شايفينها، بس في حته كده نحشها من الحله خساره. شايفين بقى؟ شايفين منظر الفراخ والمحشي؟ تحفه تحفه تحفه. فهقول لكم قبل الفيديو ما يخلص، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وادينا يا ست عملنا احلى شويه محشي واحلى شويه فراخ متشربين، والمحشي اتشرب من الفراخ طعمه تحفه تحفه، والرز مفلفل معانا زي الفل. ايه رايكم بقى؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى شويه محشي ولا مش احلى شويه محشي؟ والفراخ مستويه ديكم شايفين. انا اليوم ده كنت عامله سمبوسه وعامله قلقاس، وقاعدين عاملين المحشي، وبسم الله ممكن تعملي المحشي بس مش لازم الهيصه اللي عاملاها هاله. شايفين الجمال؟ شايفين الفراخ مستويه ازاي؟ الله اكبر على طعم الفراخ. المحشي نفسه يا جماعه طعمه فراخ لانه متشرب. فهقول لكم بالهنا والشفا، ومنتظر رايكم في التعليقات.